سمعنا بان غادي يكون ان شاء الله ربما البيرميات ديال الماطر غادي يكونوا ب 200 ما بين 200 و 300 درهم فعاود 3000 درهم لاسيرونس. هذا اقتراح ديالنا كما قلت لك. هادشي اقتراحات كنديروهم مع الناس ديال السلامه الطرقيه. هذا اقتراح كنا درناه مع الفيدراليه ديال سيار التعليم واللي كيترأسها السي حجي. كنا طرحنا باش نقضيو على هذه السيبه ان الماطر السي 50 هذو اللي كيقولوا السي 50 هي سميتها دراجه بمحرك. الدراري ابتداء من 14 عام يسوقوا بالبيرمي، وبالتالي هاد الملايين والالاف المؤلفه ديال الموتورات وقتاش غادي الناس يديروا البيرمي؟ خص الوقت. هاد البيرمي كيتسمى ام، كيتسمى الف ميم ولا ام، كتسوق به 50 سي ولا 4 كيلو واط. تسوق به 50 سي ولا 4 كيلو واط، وبالتالي هذا البيرمي هذا كيتعطى حتى للدري اللي عنده 14 عام. الماده 11 من مدونه السير 14 عام سنه شمسيه كامله، حتى هو من حقه انه ياخذ البيرمي. علاش؟ لانه على الاقل يولي عارف اصول التشوير. وبالتالي نارسا ارتأت تاخذ بالاقتراحات ديال الفيدراليه ديال مدارس سير التعليم في المغرب، وخدات هذا الاقتراح. التعليم يكون سلس وممكن يكون عن بعد، لان عن بعد هو اللي غادي يقدر يقضي على هاد الملايين اللي كاينه ما عندهاش بيرمي كتحرق وما عارفاش شنو هو الفيروج وما عارفاش شنو هو الانتيردي غادي ندرمي. بالتالي غادي يخرج هذا البيرمي. هذا البيرمي باش الناس يديروه خصو يكون مبسط، خاص لي تامر ما يتخلصوش، خاص الدوله تسمح في بزاف د الحوايج. راه ما يسواوش الارواح اللي كتموت بسبب هذه الموتورات. وبالتالي كاع اللي لقاو يديروا فابور احنا رابحين، لان الناس كتموت. وكاين بيرمي بالنسبه للناس باش يتحولوا من السي 50 اللي مديور لمور 14 عام اللي كيقولوا لها المغاربه البيبي. انت قداش بعقلك وصايق موتور ديال البيبي؟ هذا هو سكوتر. موتور السي 50 راه سكوتر، راه ما خصوش يخرج على المدار، ما خصوش يسافر به، ما خصوش 50 سي وما خصوش يفوت 50 كيلومتر في الساعه. متفقين؟ وبالتالي هذا 14 عام داروا لهاد الوليدات الصغار 14 عام. كتجي انت تكيتو كتعطيه للدري وكيموت، ولا مات راه مزيان غادي نتاسفوا عليه واحد المده، ولكن ماشي بحال الا بقى لك اونديكابي ياكل لنا الضرائب، غادي يولي بزاف ديال الحوايج. لذلك هذا البيرمي ام هكا غادي يخرج، غتبسط المسطره، لان الاقتراحات اللي درنا هو هذا البيرمي ام ما يدوش الامتحان، لان هو كيطير كيسوق، راك شتي كيكابري ويسلالومي ويهرب للبوليس وما عرفت شنو، عاد غيدوز هو الامتحان ديال السوقان ولا هذا صافي كيقرا كدير كتعطيه البيرمي باش يدخل المنظومه القانونيه. كاين البيرمي الاخر اللي هو الف واحد اللي كتسوق به. كاين الشق الاخر هو البيرمي اللي كيقولوا المغاربه 125 125. هذا غادي يخدم فوق 50 سي يعني 51 وانت طالع حتى ل 125. هادشي شي وحدين من كيقول لك حنا الموتورات وكذا ودرنا الجوع وبغينا نطلعوا ل 70. انت كتخربق انت هادو الشلابيه دوك اللي كيزوروا الماطر وتيخربقوا. كاين تجار حتى هما ما عارفين والو، نقيين كنعرفهم. لا ما يمكنش، عندنا 50 سي 50 ولا واكثر من 50 كيدخل في من 51 حتى ل 125. اذا كاينه 70 وكاينه 90 وكاينه 80. هذا كيتعلق بالامبورتاتور، كيتعلق بالمستورد اللي غيجيب هذوك الموتورات، ما كيتعلقش بتعديل الموتور دير فيه 7. انت تفرض علينا انت التعديل التقني، انت ما قاريش شنو لا تكنيك ولا فيزيك تجي تدخل معنا في التعديل التقني. بغيت نقول على البيرمي هذا اللي قلنا 125 راه غادي تا هو بسطوا فيه، تا هو الفلوس وبسطوا فيه، وكدير غير واحد يتاكدوا منك بالله كتسوق الموتور ويطبعوا لك في البيرمي، ولكن تكون عندك طوموبيل بي. تكون عندك اللي عنده الطوموبيل غيقدر يطبع الموتور بواحد الثمن رمزي وبواحد السلاسه، يعني ديجا عندك مع سياره التعليم. هذا اقتراحات ديالنا حنا باش الناس يتحولوا من الموتور صغير للموتور كبير شويه.